كل باسمه وصفته والاحترام واجبا. نفتتح بمقتضى هذه الجلسة الرسمية السنة القضائية 2025 بعد أن أعطى السيد الرئيس الأول لمحكمة النقد بإذن السامي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس مجلس الأعلى للسلطة القضائية دائما والعز والتمكين انطلاقة هذا الافتتاح يوم 15 يناير 2025 لمحكمة النقد تحت شعار عالية القضائية تعزز الثقة والمصداقية. اليوم تم افتتاح السنة القضائية على مستوى الدائرة الاستئنافية، وهي كانت مناسبة لعرض الأرقام والإحصائيات فيما يخص عدد القضايا المسجلة، فيما يخص كذلك عدد القضايا المحكومة. الحمد لله كانت حاصلة جد إيجابية، لأنه واحد ارتفاع غير مسبوق فيما يخص عدد القضايا المسجلة على الدائرة الاستئنافية، وكذا فيما يخص عدد القضايا المحكومة. الأرقام راه بين يديكم تبين بالملموس المجهود التي تم بذله. فيما يخص كذلك أنا أفتوا في الفرصة أنه بالنسبة وصلنا النسبة ديال المسجل المحكوم بالنسبة للدائرة الاستئنافية 107%. بالنسبة للمحكوم مع الرائج عفوا المسجل مع الرائج هو من فوق 90%. الرقم الأخير هو الذي أركز عليه، هو لأنه رقم يبين أن المجهود الكبير الذي تم بذله خلال السنة الماضية بالنسبة لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية تابعة لها، وهذا الرقم بدلالة أوضح يوضح أن أغلبية القضايا الرائجة لهذه المحكمة والدائرة القضائية ككل هي قضايا جديدة، وهذا يدخل في إطار بطبيعة الحال التدبير الأمثل للزمن القضائي، تفعيل بدورية السيد رئيس المنتدب المجلس على السلطة القضائية فيما يخص الأجهزة الاسترشادية، وكذلك تفعيل الدستوري وهو حق المواطن في الحصول على الحكم العادل داخل أجل معقول. أعمل شخصيا على التتبع اليومي للحال فيما يخص تجهيز الملفات عن طريق عقد اجتماعات متتالية مع رؤساء الهيئات والقضاة المعنيين، مع السادة رؤساء المحاكم، مع السادة وكلاء الملك بحضور السيد وكيل العام، وكذا مع السيد رئيس مكتب الضبط وجميع المتدخلين المعنيين من أجل تجهيز هذه القضايا. الحمد لله النتائج كانت جد ممتازة. قضية المعتقل الاحتياطي، أن قضية المعتقل الاحتياطي من المسائل الأساسية كعملنا اليومي. الحمد لله بالنسبة للمعتقل الاحتياطي فيها أرقام بين أيديكم. بالنسبة على صعيد الدائرة الاستئنافية إلى غاية 31 جويلية 2024 هي 28%، وهذا المعدل أو هذه النسبة تقل عن المعدل الوطني للتسجيل على صعيد محاكم المملكة اللي هو 32%.